حلو صبح يا حلو طول، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح صبح يا حلو طول، يا حلو صبح نهارنا فل. قد ايه وانا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك. من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. مشغول ومتحير، قوليله بدري عليك من الحيرة يا صغير. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير، قوليله بدري عليك من الحيرة يا صغير. وحقي ورد الخدود والعود وتفاحه، وحقي ورد الخدود والعود وتفاحه. دي بسمة يا حبيبي تخلي العقل يتحير، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايه لكم بروتين جديد، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو بقى قولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. في الروتين بتاعي النهارده ده اول روتين من بعد المدارس. احنا طبعا انتوا عارفين المدارس بدأت عندي من يوم الاربع، مش لسه تبدأ يوم الاحد، لا انا المدارس بتاعت ولادي بدأت من يوم الاربع. هي بادئه بدري شويه كده، احنا على طول دايما بنخش المدرسه بدري غير المدارس العاديه. فطبعا انتوا عارفين الشقه طبعا نظيفه. من الروتينات اللي انا كنت قايله لكم قبلها، لازم كل واحده تعمل قبل تنظيفات قبل دخول المدارس. دي بتريحك قوي لما الدراسه بتخش، بترتاحي انت بعدين. بتبقى التنظيف طبعا خفيف، مش زي التنظيفات بقى اللي ايام الاجازه نشيل ونعمل، لا طبعا بتبقى خفيفه برضو عشان احنا منظفين الشقه وكل حاجه عندنا نظيفه، فبنبقى فاضيين طبعا للمدرسه، دروس، مذاكره. فاليوم عندنا بيبقى قدامنا طويل، ما بتحسش بتعب اليوم، بس هو لولادك وبس. انتوا زي ما انتوا شايفين كده، ده مواعين الفطار. طبعا انا هغسلها، هي مش هتاخد معايا ثواني يعني. هي طبعا انتوا عارفين مكان اكل، مكان عشاء، مكان غدا، لازم بيكون في مواعين. قبل ما هخرج من المطبخ، احنا كنا ساعتها فطرنا، قبل ما اخرج من المطبخ لازم اخليه زي الفل. احنا اتفقنا الفيديوهات اللي فاتت، اهم حاجة في البيت الحمام والمطبخ، دول اهم حاجة، اهم حاجتين. طول ما هم نضاف انت عندك البيت نظيف، طول ما هم مش نضاف طبعا انت تحسي ان الشقة مكركبة ومش نظيفة. كم مرة اقول لكم، اول ما بتصحي من النوم لازم الحمام والمطبخ يكونوا نضاف، ويكونوا نضاف على بيات.
لو في حاجة طبعا الصبح المطبخ بتشطبيه، والحمام لازم يوماتي على الأقل كل يوم مرتين في اليوم. تنظيف بالذات الحمام، لو كمان لو انت معاكي أطفال على الأقل مرتين في اليوم. انا طبعا ببقى انتوا عارفين متعودين على فيديوهاتي ان انا لازم انضف المطبخ قبل ما انام، والحمام عندي بيبقى نظيف والمطبخ بتاعي بيبقى زي الفل. فطبعا لما بقوم من النوم اجهز فطار لاولادي او غدا او كده، المطبخ عندي نظيف وزي الفل، مفيهوش اي حاجه. هنا كان فطارنا، وطبعا قبل ما هخرج لازم انضف المطبخ. طبعا الشقه بره نظيفه مفيهاش اي حاجه من تنظيفاتنا. فانا هكنسها بقى ايه هشفطها بس بالمكنسه، مش هكنسها زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا عارفين. مش هشيل ولا احط عشان الشقه لسه نظيفه، فمش هشيل ولا احط. هكنس بس بالمكنسه كده، والمع الحاجات اللي هي ايه المعتاده اللي كل يوم بتتلمع. انا يعني الشقه نظيفه من مكان، من ساعه ما انا كنت عامله الروتينات، فكانت نظيفه طبعا. فمش هشيل واحط. وطبعا الحاجات المعتاده اليوميه، في حاجات يوميه وفي حاجات اسبوعيه، في تنظيف يومي، في تنظيف اسبوعي، في تنظيف شهري. احنا هننضف التنظيف اليومي لسه الاسبوعي ما جاش. انتوا عارفين ان احنا هننضف الاسبوعي ده كل خميس او كل جمعه، وبالاغلب يوم الجمعه، عشان كل واحدة بقى جوازتها قاعدة، والأجازة والدروس والمدارس بتبقى يوم الجمعة ده أجازة من كله، يعني من شغل جوزك، من شغل، من دروس عيالك ومدارسهم. فاليوم الجمعة ده اليوم الراحة، فطبعا مش هتنضفي فيها، هتنضفي يوم الخميس. ده التنظيف الاسبوعي، لازم تعملي يوم ليكي في الاسبوع تنظفي فيه، مش كل يوم تشيلي وتهبدي وتهدي في صحتك، لا. هو يوم واحد في الاسبوع اللي هو مثلا خصصي يوم الخميس. انا واحده من الناس بعمل يوم الخميس، عشان يوم الجمعه ما عيالي بيبقوا قاعدين وجوزي بيبقى قاعد، فما ينفعش ان انا اشيل واحط وانضف واكنس والحاجات دي بيبقى اليوم الراحه بتاعنا. حتى انتي برضو يعني الواحده برضو بتبقى لها يوم راحه، لازم تكون لها يوم راحة هي كمان. فيوم الجمعة بتقومي تطبخي غدا أو والشقة بتبقى نظيفة، بتعملها بالمكنسة كده في ثواني وبتقعدي. برضو الواحدة لازم يكون لها يوم هي كمان، مش ولادنا بس وغيرنا، لا احنا برضو لينا يوم راحة برضو. احنا لازم بنرتاح، واحنا طبعا احنا ما بنرتاحش في المعتاد، بس لازم احنا برضو لينا يوم برضو مرتاح. هو يوم الجمعة مش هترتاحي عشان برضه هتطبخي وهتغسلي وهتعملي، بس مش زي بقية الأسبوع. بقية الأسبوع بتشيلي وتهبدي ودروس، وتودي مدارس وتودي دروس وتيجي تطبخي، الكلام ده كله. فلازم نعمل يوم لينا راحة. يوم الجمعة ده خصصيه انك انت اليوم الراحة للكل. هتقومي بس تطبخي شوية الطبيخ وتنضفي بس بالمكنسة كده بس، وتلمعي الحاجات اللي انت عايزة تلمعيها من على الوش، يعني الروتين اليومي بتاعنا. بصراحة لو جربوا كده بس يعملوا الموضوع ده هيفرق معاكم كتير. انا طبعا بعد ما فطرنا طبعا البوتاجاز طبعا لازم يتغسل. انا عندي البوتاجاز لازم يتغسل كل يوم، كل يوم حتى لو نظيف لازم اغسله كل يوم. لازم امشي عليه كده، حتى لو مش هصبنه امشي عليه الفوطه اللي انتوا شايفينها دي، المعه بس تلميعه كده. مكان مثلا سخنت عيش، عملت اي اكله، ومثلا ممكن تكون طرطشت حاجه على البوتاجاز، فلازم تلمعيه. تخش كده المطبخ نفسك تتفتح على الغدا. احنا عملنا الفطار، فطرنا والحمد لله، وغسلت المواعين، والشقة طبعا نظيفة. قلت اغسل البوتاجاز راخر، اني هاجي اعمل الغدا ابقى نفسي مفتوحة كده لدخول المطبخ، مش نفسي مسدودة. او مثلا اعمل شوية غسيل المواعين وهوب اطلع اجري من المطبخ، لا انا زهقت، لا لا. نضفي حاجتك، تفضل الحاجة نظيفة، وحاجتك تبقي محافظة عليها، وتفضل الدنيا عندك زي الفل. وتخشي مثلا تيجي تطبخي، مش مثلا البوتاجاز وسخ، لا انا هستنى لما اطبخ الغدا ابغسله مره واحده، لا. خلي حاجتك كلها اول باول كده نظيفه. ما تسيبيش كله، لا اما اعمل دي هبعملها معاها، لا اما اجي اطبخ الغدا بغسل البوتاجاز غسله واحده، لا اعملي وممكن تطبخي الغدا والبوتاجاز ما يتوسخش والطفي يفضل نظيف. ليه احنا ما نغسلوش بقى بعد الفطار؟ كل فطار تفطري تغسلي البوتاجاز المواعين، الدنيا تبقى روقان. بس كده. احنا كده وصلنا لرخامة المطبخ. برضه هاخدها تلميعة كده، انا لسه مصبناها في الروتين، اخر روتين انت طبعا انت شفت الفيديو الاخراني. كنت مصبنة برضه الرخامة دي، والحاجات كلها اللي على الرخامة اللي انتوا شايفينها دي كنت انا كلها مصبناها، ما فيش حاجة فيها وسخة. لمعتها بس كده بالبخاخة اللي انتوا شايفينها دي، بالحاجات اللي جواها، اللي انتوا عارفين ان انا حاطه فيها مكونات كده، الكلوريكس وشويه ميه وشويه خل. بس هما دول اللي انا حاطاهم في بالي، بحب المع رخامه بيهم.
بختها كده بختين ولمعتها بالمنديل عشان تلمع وتبقى ايه ريحتها حلوة. بس كده وخرجت من المطبخ، والمطبخ كان زي الفل، وزي بصوا سايباه قشطة بصراحة والله العظيم. خرجت هنا للصالة، الركنة طبعا عدلتها مكان ما عيالي كانوا قاعدين. هنا كانت بنتي بتنزل الزبالة. بعد ما خلصت قلت لها نزليها يا ملك على الباسكت بتاع اللي على السلم. فكنست هنا شفطت بالمكنسة، وبعد كده رحت مسحة بالمساحة كده تلميعة بسيطة، ما مش هدت حلو ولا حاجة. مش هفضل اقول لهم قوموا ما اشيل من السجادة قوموا، لا. انا كنست بالمكنسة، ورحت ملمعة بس بالمساحة عشان كانت الدنيا زي الفل ومفيهاش اي حاجة. وانا خلاص خلصت الركنة زي ما انتوا شايفين كده، وعيالي دخلوا يكملوا مذاكرتهم، وكده الفيديو بتاعي خلص، واشوفكم ان شاء الله على خير. فاللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا رسول الله. اللهم بارك لنا في أبنائنا واجعلهم قرة عين لنا، وأعنا على أمانة تربيتهم ونفعهم. اللهم اجعلنا ملجأ لأبنائنا في السراء والضراء، وأن نكون سندا لهم عند عسرهم، رحماء بهم عند خطئهم، فرحين